حلقه. ليه الاحتقان سايب كل الناس وبيجيلك انت بالذات كل شويه كده؟ اسمعوا مني بقى، ما تاخدش مضاد الا لو عندك احتقان من غير اعراض، من غير رشح او من غير كحه او من غير زكام او عطس او الحاجات دي كلها. الموضوع هنا بيبقى التهاب بكتيري. يعني ايه؟ هيسمع معاك باعراض تانية بقى، بغثيان وقيء والم في المعده وظهور لون ابيض كده على اللوستين والحلق. طب لو الاحتقان بقى مع اعراض تانية زي العطس والكحه وارتفاع في درجه الحراره وسيلان الانف وتكسير الجسم، اوعى تاخد مضاد حيوي. هما خطوتين، هترطب حلقك كويس جدا وتنضفه من البكتيريا اللي فيه. انا بقى هسيبك، لا عايزاك تجرب البرادوزين ده عشان نانجا مش مجرد استحلاب. ده بيعمل الخطوتين، بيرطب الحلق جامد قوي وبيقتل ويقضي على البكتيريا تماما. عارف تاثيره هيبان معاك من تاني قرص بس. طعمه حلو جدا، مش بيمرر بعكس باقي الاستحلاب اللي في السوق، وده بخليه محبب حتى للاطفال من فوق ال6 سنين. جرعته معاك في اليوم من 4 ل6 اقراص، والسعر مفاجأة. اشتريت منه ب17 جنيه بس. شفت بقى؟ انا دكتور ايمان، عايزاكم تجربوه. عايزه اقول لك ان الاحتقان مش هيروح من عندك لو مدخن، لو عندك ارتجاع في المريء مش بتعالجه.